السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. مساء الفل، مساء الورد، مساء الياسمين، او صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين، على حسب التوقيت اللي بتشوفي فيه الفيديو. من خارج مصر ومن داخل مصر كلكم حبايب قلبي، كلكم على راسي من فوق. ربنا يجمعنا بيكم يا رب دايما على خير، ودايما معايا واقفين كده في ظهري. اللهم امين يا رب العالمين. لو اول مرة تشوفي الفيديو ده واول مرة بتشوفيني، يا ريت ما تنسيش تشتركي في القناة. انا وسام من قناة يوميات وسام ومصطفى. يا ريت ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد بعمله وهعمله. وجودك معايا على راسي من فوق كالعادة. قبل اي حاجة كده يا حبايب قلبي، يا ريت ما ننساش نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. ونحط بقى كده تعليق حلو كده زيكم، ونحط له لايك جميل. ربنا يبارك في عمركم يا رب وما تحرمش منكم ابدا. النهارده بقى يا حبايب قلبي بقى الفيديو كان يوم الجمعة. كان التصوير بقى يوم الجمعة كده. يوم الجمعة ديت يعني اومان بدري، انك تقومي بدري عشان تشوفي اللي وراكي ايه، عشان في صلاة وكده. ربنا يجعلها يا رب جمعة مباركة عليكم يا رب وعلى حبايبكم، اللهم امين يا رب العالمين. المهم بقى يا حبايب قلبي، اول حاجة انا قمت من النوم طبعا، غسلت وشي وبعد كده سرحت بقى لوسام وظبطتها وكده. اتكلمت انا وامي شوية، طبعا هنطبخ ايه، هنعمل ايه، حيرة بقى ما احناش عارفين هنعمل ايه. المهم ماما بقى قامت رايحة قايله لي فجأة انا هروح السوق هجيب فسيخ واسوق كده واجي. قلت لها خلاص ماشي، اهو تغيير عن اللحمة والفراخ والسمك والحاجات دي، يعني كل يوم حيرة كده. حتى لما بتعملي اكلة والله من غير لحمة ولا كده ارديحي، بتلاقيكي مثلا عملتها النهارده مش هتعرفي تعملها بكرة ولا بعده كده. الحمد لله على كل حاجة، والحمد لله على ما جاب ربنا، وكل حاجة من عند ربنا حلوة. ألف حمد وشكر لك يا رب. المهم بقى يا حبايبي، هي قالت لي أنا رايحة السوق من هنا، وبعد كده بقى ايه دخلت أنا على المطبخ عشان أشطب المواعين. زي ما انتوا شايفين أنا مخليه، على فكرة أنا مخليه المطبخ يوم الخميس ده مخلياه زي الفل. مخلياه كده بيبرق زي ما بيقولوا. بس اللهم صل على سيدنا محمد. الحلل بتتكاثر زي ما انا قلت لكم كده، بتتكاثر فبتلاقيها كتير بجد والله. يعني بتبقي مشطبه المطبخ وفجاه تلاقي الصبح تلاقي كميه الحلل دي جت منين ما تعرفيش. المهم بقى شطبتهم وغسلتهم زي ما انتوا شايفين، خليت المطبخ زي الفل. على ما شطبت وخلصت بقى كانت امي هنا جات من السوق وجابت الحاجه وجات. ربنا يديها الصحه يا رب. بالله عليكم يا حبايب قلبي تدعوا لها، لان بجد والله انا قاعده عندها اليومين دول لانها تعبانه جدا جدا والله العظيم. زي ما انتوا عارفين بقى ان مفيش حد يلاقي يسوق ولا يجيب حاجه، هي اللي طلعت اتسوقت والله، مع ان الدكتور منعها من المشي لاني تعبانه جدا ورجلها تعبانه جدا. فيا ريت تدعوا لها بالله عليكم. ربنا ما يزعلكم على حد ابدا، ويخلي لكم اولادكم امهاتكم يا رب، اللهم امين. المهم زي ما انتوا شايفين بقى، كانت هي جابت استفندي وجابت فلفل وجابت خيار وجابت جزر وجابت ليمون وجابت بلح وجابت طماطم. اول حاجه يا حبايبي يا حبايبي اللي انا بوريها لكم ديت كان الخيار. كانت جايبه الخيار برضو كان الكيلو ونص ب10، والجزر كان الكيلو ونص ب10، والفلفل برضو كان الكيلو ونص ب10، والاستفندي ب5، والبلح برضو ب10، والطماطم كانت ب5. الفلفل بقى برضو الكيلو ونص ب10. زي ما انتوا شايفين والله الحاجة حلوة، يعني مش غالية اوي، كويسة. هو دي الحاجات اللي كانت ناقصة عند امي بصراحة. هي عندها الحمد لله ربنا يبارك، عندها خير ربنا، بس دي الحاجات اللي كانت ناقصة. وقالت انا هروح اجيبها وكده، قلت لها خلاص ماشي. المهم بقى ايه، زي ما انتوا شايفين بقى جابت الخيكم على اسعارها، والطماطم برضو جابت 2 كيلو، ال2 كيلو ب10، هي جايباها ب5 جنيه. المهم بقى حبيب قلبي بقى، على ما خلصنا وظبطنا بصراحة كانت مش الشغل الله يعينها. حتى يوم الجمعة كانت هي خلصت وكانت جت من الشغل، عشان بصراحة قايلة لماما ما تاكلوش من غير الفسيخ.
كلمتها وقلت لها احنا هنعمل فسيخ النهارده، قالت لي ما تاكلوش من غيري، انا هاجي من الشغل بدري. فقلنا خلاص، على ما ظبطنا الدنيا وحطيت التسقية في التلاجة وظبطتها كده، كانت هي جات يا دوبك على طول زي ما انتوا شايفين. وماما بقى بتنضف قدامكم الفسيخ زي ما انتوا شايفين. بصراحة والله العظيم اقسم بالله كان زبدة، كان زبدة. لو انتي بقى وصلتي معايا لهنا بقى، يا ريت بقى تحطي لي لايك الحلو الجميل كده، مش عشان ده، عشان الفسيخ. والله يا حبايب قلبي كان نفسي كلكم تيجي تاكلوا معايا. هو كان تحفة بصراحة، كانت جايباه جميل وسعره مناسب على فكرة. وشايفين الحمار بتاعه جميل ولحمته جميلة. اول حاجة هي عملت الفسيخية ديت ليه؟ علشان خاطر وسام ومصطفى طبعا، لان وسام ومصطفى صغيرين، ما عايزة يتشال الشوك وعايزة تنضف كويس كده. فقلت لها خلاص نضفيه وانا هصور نضفي مع حبايب قلبي وشوفوهم، ووريهم الفسيخ بقى ايه بيتخلى ازاي او بتنضف ازاي وكده. وطبعا انتوا كلكم شطار، ربنا يبارك فيكم يا رب ويبارك في اولادكم جميعا، وربنا يا رب كده يسترها علينا وعليكم يا رب، اللهم امين. اللي زي ما انتوا شايفين بقى بتشيل بقى الشوك، تشيل الشوك زي ما انتوا شايفين. لازم تشيل واحده واحده بقى عشان خاطر السفل لو دخل او العظم دخل في بق الاطفال في زورهم، يا خرابي بقى يلا ربنا، ربنا يسترها علينا يا رب وعلى اولادكم جميعا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. بقى يا حبيبي لا اله الا الله. هنا انا هنا عماله اصور وهم، احنا اتعودنا من صغرنا اللي امي مثلا هي اللي تفرق او هي اللي تعزم علينا، تمام. دي اتعودنا من صغرنا وكده، هنمشي منها ابدا ولا من دخلتها كده على ولا بسبب بقى. كانت بتخلع معاك واحده واحده. انا قلت لها بصراحه ما تستعجليش، عشان يعني في ناس طبعا بتعرف الفسيخ اتخلى ازاي او كده، يعني ما بتبقاش عارفه وكده. فقلت لها ايه واحده واحده يا حبيبه قلبي، علشان خاطر ايه الناس يعرفوا انت بتعملي ايه بالظبط. اللهم صل على النبي. كانت جايبه بقى حوالي كام؟ كانت جايبه يا حبايبي 2 كيلو. كانت جايبه 2 كيلو. كانت جايبه 2 كيلو كانت جايبه الاربع وحدات كيلو بس فسيخ. بسم الله ما شاء الله، لا هو كبير ولا هو صغير، بس بسم الله ما شاء الله تحفة تحفة تحفة. وبصراحة طعمه حلو، لا حادق ولا دلع، مظبوط. ولحمته حمرا وجميلة جميل. المهم بقى اللهم صل على سيدنا محمد. كانت هنا بقى خلصت زي ما انتوا شايفين، وبدأت هي بقى ايه تفتح لنا. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. كانت هنا بقى يا حبايبي بقى بدأت تفتح لنا زي ما انتوا شايفين. وشايفين بقى الفسيخ منظره عامل ازاي، يهبل والله العظيم يهبل. كانت هنا خلصت بقى وبدأت هتخش على طول عشان خاطر تفتح لنا بقى لايك بقى حلو كده وكومنت حلو كده. وربنا يجعل ايامكم كلها افراح وايامكم كلها هنا وسعادة، اللهم امين يا رب العالمين. وعايزاكم بجد تدعوا لامي، لان امي تعبانه والله العظيم بجد. عايزاكم تدعوا لها كده دعوه حلوه كده، ان ربنا يديها الصحه ويخليها لنا، لان بصراحه انا ماليش غيرها في الدنيا بعد ربنا طبعا. بس ما بيبي ما فيش بعد الام، ربنا يبارك لنا فيها يا رب وما نتحرمش منها ابدا. المهم بقى هنا بقى كانت ايه الفسيخه ديت كانت بتفتح بقى واحده واحده كده. قلت لها فتحي لنا بقى ايه مره من دي مره، المره التانية بقى فتحيه كده من غير ما تخليه. اللهم صل على النبي. بقى كانت خلته وظبطته اهي وحطته لي بقى صوره زي ما انتم شايفين بقى. وقطعنا بصلايه، البصلايه طبعا قطعتها اكيد انتوا عارفين شرايح، وحطيت عليها بقى شويه ليمون وحطيت عليها شويه خل. انا بعشق البصل على فكره لما يتحط فيه خل بيبقى جميل جدا. المهم بقى اللهم صل على سيدنا محمد. قطعت بقى كام ليمونه كده زي ما انتم شايفين. في ناس بقى بتحط ايه خيار وطماطم وحاجات، بصراحه ما بحبش الحاجات دي فيه. هو البصل الاخضر، لا اما البصل دوت، لا اما ليمون بس. وفي ناس برضو ما بتحبش الليمون. انا عندي اختي ما بتحبش الليمون على الفسيخ. وربنا يطعمكم الخير كله ويبعد عنكم اي حاجه وحشه يا رب. والله كنتوا معايا، كنتوا بقى تاكلوا كده بالف هنا وشفا. بس ربنا كده يا رب ندعي ربنا يجمعنا بكم على خير. الناس الطيبين المحترمين عيلة التانية، ربنا يبارك فيكم يا رب وما تحرمش منكم ابدا ولا من كومنتاتكم الحلوه ولا لكم الجميلة. ربنا يخليكم لي يا رب ويديكم الصحة، ودايما كده في ظهر بعض ومع بعض، اللهم امين يا رب العالمين. هنا بقى يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين الحلاوة بقى والطعام والجمال. حاجة بصراحة تهبل، حاجة فظيعة.
ربنا يخليها لنا يا رب، ودايما جايبه كده الخير، والخير عندها اللهم امين، وعندكم يا رب يا حبيبي. بقى الليمون اللي كان بتعصر دي طبعا كانت بتعصر على اللي هياكل. بصراحه انا كنت انا واخويا وامي وكده واختي. المهم بقى ايه بقى، كنا خلصنا زي ما انتم شايفين. يا ريت ما تنساش نشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلنا كل جديد. آه بنتي تقولي في حاجه ولا معلش. المهم حبايبي بقى دخل بقى يا حبيبي زي ما انتم شايفين، وشربنا الشاي بقى وظبطنا كده. لازما الفسيخ او اي حاجه من المأكولات البحريه لازما طبعا طبعا كده وراها سمك. انا عملت كوبايه لاخويا وكوبايه لامي لاني بصراحه ما كنتش عايزه. تمام. بألف هنا وشفا على قلبكم يا رب. استنى منكم بقى كومنتاتكم الحلوه ولايكاتكم الجميله، واشوفكم في رعايه الله، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.